أهلا بكم من جديد. لاحظنا في الآونة الأخيرة عودة المنتخب الجزائري لسابق تألقه بعد سنوات عجاف، وهو يتصدر مجموعته الثالثة في تصفية كأس العالم ويبدو مرشحا للوصول لنهاية كأس العالم. وهنا طبعا أحببنا أن نذكر المشاهدين بنجوم الكتيبة الجزائرية وبطريقة جزائرية مع الجزائرية راضية صلاح. ثعالب الصحراء جاءوا من بعيد ليعلنوا عن عودة هيبة المنتخب الجزائري الذي عانى من تدهور مستواه في الأعوام السابقة. هم شباب ونجوم من طراز أول أعلنوا حبهم للجزائر علانية ووعدوا بغد حافل بالانتصارات بقيادة الشيخ رابح سعدان الذي أكد في الأخير أن الجزائر هي اختصاص الجزائريين. مستوى كبير أمام زامبيا ومثله أمام بطل أفريقيا مصر جعل أعين الأندية الأوروبية تنفتح على أسماء الكتيبة الخضراء المبدعة وهي تضم خيرة أبناء الجزائر. الكلام سيطول عن هؤلاء الذين حققوا نتائج كبيرة في وقت قياسي، ودليل أكبر على أن المستوى الكبير لا يأتي من باب الصدفة. والمتتبع للكرة الجزائرية ولتشكيلة المنتخب كان ليعطي العلامة الكاملة لكل نجومه دون استثناء، لكن لا بأس أن نعرفكم بأفضلهم دون التقليل من قيمة البقية. الجرافة الألمانية الساحقة كما يحلو للجزائريين تسميته، كريم مطمور لاعب بروسيا مونشنغلادباخ. الدببة الجزائرية المتمثلة في حارس حدود 18 متر ولاعب أولمبي شلف سمير زواوي. السهم الأزرق والجناح الطائر لبورسموث الإنجليزي نذير بالحاج. يلقبونه بالصخرة لأنه كذلك مدافع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي والبارع كذلك في تسجيل الأهداف مجيد بوغرة. الدم الإيطالي الجديد للمنتخب الجزائري ولاعب سيينا الإيطالي عبد القادر غزال. باجيو العرب وصانع ألعاب وفاق سطيف الأزهر حاج عيسى. المدافع الصنديد ونجم نادي بوخوم الألماني عنتر يحيى. والسرعة الجنونية للجناح الأيمن والملقب بالجلادياتور مايسترو أولمبيك مارسيليا كريم زياني. وبالرغم من تذبذب مستواه قليلا يبقى رفيق صيفي لاعب لوريون الفرنسي نجم من نجوم الكرة الجزائرية. رفيق جبور مهاجم نادي بانيونيوس اليوناني. أخيرا حامي عرينا المنتخب واتحاد عنابة صاحب الخبرة الكبيرة لوناس جواوي. راضية صلاح، صدى الملاعب. ونبقى أيضا مع أخبار الكرة الجزائرية، حيث انضم بشكل رسمي نجم المنتخب الجزائري كريم زياني إلى صفوف بطل الدوري الألماني فولفسبورغ بصفقة بلغت قيمتها 7 ملايين يورو قادما من مرسيليا الفرنسي. ابن 27 انضم لفولفسبورغ ل4 مواسم متتالية وسيرتدي قميص رقم 15. وقال مدرب الفريق الألماني أرمن إن مواصفات كريم زياني تناسب فريقنا وستساعدنا على تحقيق أهدافنا في الموسم المقبل. يذكر أن زياني ولد في ضاحية باريس من أب جزائري ومن أم فرنسية، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية. يعني معظم الكتيبة الجزائرية محترفة في الدوري الألماني أو الدوري الفرنسي أو الدوري الإنجليزي. صح. يعني ليش الكل مستغرب إنه الجزائر ممكن تكون هي متصدرة للتصفيات كأس العالم؟ بالضبط، هذا التساؤل في محله. الجزائر محظوظين يمكن بهذا الجيل الذهبي. اللاعبين اثبتوا جدارتهم في اقوى الدوريات الاوروبيه، في الانجليزي، الالماني، الفرنسي. نعم. يمكن حتى محظوظين انه هذا الجيل اتجمع في وقت واحد، يعني ظهروا في توقيت واحد وبقياده مدرب خبير. جميعهم يستحق اللعب في كأس العالم، جميعهم مؤهل للعب في كأس العالم، والى الان هم يقدمون مستوى يؤهلهم طبعا لتحقيق الحلم. يمكن مثل ما قالت الشيخ رابح سعدان المدرب، ايضا نقول الشيخ رفيق صايفي لانه عمره 35 سنه ومع هذا يلعب وسجل هدفين في تصفيات كأس العالم. نعم.
إذا خليط من الشباب الصغار المحترفين. وخليط من اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين برا، خليط تحلم به أي دولة وأي منتخب. نعم زي يعني كابتن يعني من مارسيليا إلى فولفسبورغ. وأيضا يعني السؤال يكمن أنه كان في بعض من العنصرية في الدوري الفرنسي خصوصا للاعبين الجزائريين، هل يختلف الأمر في الدوري الألماني؟ هو مجد الكرة الفرنسي حققوا جزائريين الأصل، يعني زيدان والآن كريم لكن بمارسيليا بالذات يعني بجوز كريم عانى من هذا الموضوع مع المدرب الجديد. مع المدرب نعم، خلاف كان مع المدرب ليس مع الجمهور. نعم. لأنه كريم لاعب جيد، أحرز مع سوشو كأس فرنسا وكان له بصمة مؤثرة. عموما مع فولفسبورغ بطل الدوري الألماني حيث تتاح له أن يلعب في دوري أبطال أوروبا. بالضبط. فريق كبير وله فرصة كبيرة أن يبرز معهم. نعم، نتمنى له التوفيق وللمنتخب الجزائري والمصري. بعد الفاصل نتابع النظرة على أغنياء الرياضة على سطح الكرة الأرضية وكيف اكتسبوا هذه الثروة.